السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم المعلمة أماني حامد من مدارس الأمم الإبداعية، معلمة الصف الثاني الأساسي. سأقدم لكم أعزائي الطلبة مادة التربية الاجتماعية، درس أعتز وأفتخر بمناسبات وطني. الهدف الرئيسي من درس أعتز وأفتخر بمناسبات وطني هو: أولاً أن يتعرف الطلبة على المناسبات الوطنية التي حصلت في المملكة الأردنية الهاشمية. ثانياً أن يعتز الطلبة بوطنهم الأردن ويتفاخرون بإنجازاته. ثالثاً أن يحفظ الطلبة تاريخ استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. والآن سنقوم بإهداء وطننا الحبيب هذه الأغنية بعنوان راسك بالعالي مرفوع الهامة، فلنستمتع بسماعها. افتح كتابك عزيزي الطالب على صفحة 67. من يقرأ عنوان الدرس الثالث في رأس الصفحة؟ هيا نقرأ معا. أعتز وأفتخر بمناسبات وطن الأردن. في الصفحة التي أمامك ماذا تشاهد؟ في الصورة التي أمامك ماذا تشاهد؟ أحسنتم، أشاهد صورة جندي. هذا الجندي ماذا يحمل بيده؟ أحسنتم، يحمل بيده بندقيته. ما الأعمال التي يقوم بها الجندي؟ من يستذكر معي؟ ما هي الأعمال التي يقدمها الجنود لنا؟ أحسنتم، الجنود يقومون بالدفاع عن أرض الوطن وحماية المواطنين، وأيضا يقومون بحراسة الحدود. الآن يا ثاني، كل إنسان لديه مناسبة خاصة به. مثلا أنتم لديكم مناسبة مثلا أعياد ميلادكم، وكذلك الأردن مر بالعديد من المناسبات والمواقف العظيمة التي قام بها الجيش العربي، ومنها دعونا نقرأ أولا الثورة العربية الكبرى، من المناسبات المهمة التي مر بها الأردن.
التي نستذكر فيها الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، الذي أطلق الرصاصة الأولى من مكة ثورة على الظلم والجهل والفقر، وكان ذلك في عام 1916. مهم عزيزي الطالب أن تحفظ تاريخ إطلاق الشريف الحسين بن علي للثورة العربية الكبرى، كان في عام 1916. ثانيا يوم الاستقلال، هيا نقرأ معا. في هذا اليوم طرد المحتلون الأجانب أي البريطانيون من الأردن، واعترف بالأردن مملكة مستقلة ذات سيادة، وكان ذلك في تاريخ 25 من أيار أي 25 من شهر 5 لعام 1946. وفي هذا اليوم نقوم بأخذ إجازة للاحتفال بهذا اليوم، حيث نشاهد الطائرات الحربية تقوم بعرض لها في السماء، ونشاهد الدبكات الشعبية والدبكات التراثية والدبكات الوطنية احتفالا بهذا اليوم. ثالثا يوم الجيش العربي الأردني، حيث يحتفل به الأردنيون في الأول من آذار أي في أول شهر 3 الأول من آذار 1/3 من عام 1956 وحتى يومنا هذا. في هذا اليوم نعتز بإنجازات جنودنا البواسل بحماية الوطن والدفاع عنه وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين. رابعا معركة الكرامة، حيث يحتفل الأردنيون كل عام بذكرى معركة الكرامة التي انتصر فيها الجيش العربي الأردني على العدو الصهيوني في يوم 21 من الشهر 3 لعام 1968. ومهم جدا عزيزي الطالب أن تحفظ هذه التواريخ. دعونا نردد هذه الأنشودة بعنوان أعياد وطنية، فلنردد معا. وطني حر وأنا حر، هو في قلبي ماس در، عيد جلوس عيد الخير، قمر يزهو عطر الزهر، عيد الجيش فرح الشعب، للأعداء رعب حرب، يوم كرامة يوم النصر، هتف الجندي عزا فخر، نفدي وطني أيدي عين، نحيا فيه سعدا أمن. إذن علينا أن نعتز ونفتخر بمن يحمي أرضنا وسماءنا وبحرنا، وأن نشكرهم وندعو لهم. والآن دعونا نجيب عن أسئلة درس أعتز وأفتخر بمناسبات وطني. النشاط الأول يقول: أتأمل الصورتين ثم أذكر بعض منجازات جيشنا العربي الأردني. في الصورة الأولى نلاحظ أن وظيفة الجنود هي حراسة الحدود والحفاظ على أمننا. وفي الصورة الثانية تقديم المساعدات للناس وقت حدوث الأزمات كالحروب. النشاط الثاني يقول: أصل بخط بين المناسبة الوطنية وتاريخ حدوثها. الثورة العربية الكبرى، يوم الكرامة، يوم الاستقلال. الآن في العمود الثاني أريد أن أصل كل سنة بالمناسبة التي حدثت. الثورة العربية الكبرى حدثت في عام
1916. يوم الكرامة كان في عام 1968. يوم الاستقلال كان في عام 1946. والآن دعونا نستذكر معلوماتنا في أسئلة مراجعة أسئلة الوحدة صفحة 70. السؤال الأول يقول: أصل بين الاسم والصورة التي تناسبه. الملك عبد الله الأول بن الحسين، أين صورته في العمود الثاني؟ أحسنتم. الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله وأدامه. أحسنتم. الشريف الحسين بن علي، طيب الله ثراه. وهنا طيب الله ثراه عبارة تتضمن الدعاء له بالرحمة. أحسنتم. السؤال الثاني يقول: أذكر 3 منجزات للجيش العربي الأردني. أي ما هي الأعمال التي يقدمها الجيش العربي الأردني؟ أحسنتم. أولا حماية أرض الوطن والمواطنين. ثانيا الدفاع عن وطننا من الأعداء. ثالثا تقديم المساعدة للناس وقت الأزمات. السؤال الثالث يقول: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بما يناسبه. أولا قائد الثورة العربية الكبرى هو الشريف الحسين بن علي. أحسنتم. ثانيا أبناء الشريف الحسين بن علي هم فيصل وزيد وعلي وعبد الله. ثالثا انطلقت الثورة العربية الكبرى بتاريخ 10 من حزيران، أي شهر 6 لعام 1916 ميلادي. رابعا سميت الثورة العربية الكبرى بهذا الاسم لمشاركة أحرار العرب فيها. خامسا كانت البلاد العربية تتبع للدولة، أي لحكم الدولة، من؟ العثمانية. السؤال الرابع والأخير هو: أميز بين العلمين بكتابة اسم كل منهما تحته. العلم الأول هو علم من؟ أحسنتم، علم المملكة الأردنية الهاشمية. والعلم الثاني هو علم الثورة العربية الكبرى. ما الفرق بين هذين العلمين؟ من يعرف؟ من؟ أحسنتم. الفرق هو في علم المملكة الأردنية الهاشمية وجود النجمة السباعية واختلاف الألوان عن علم الثورة العربية الكبرى. أتمنى أحبائي الطلبة أن تقوموا بالإجابة عن هذه الأسئلة بخط واضح ومرتب. دمتم بخير. إلى اللقاء.